الحديث عن الموضوع يلتحق بنا رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة السلة رابح بوعريفي. مرحبا بك سيدي. في البداية، بالأمس فقدت الرياضة الجزائرية واحد من أعمدتها السيد رابح شباح المرحوم. بالتأكيد الرياضة أو خسارة كبيرة للرياضة الجزائرية، وأنت كنت من المقربين من المرحوم. والله احنا اولا نقدم التعازينا الخالصه لكل عائله زميلنا واخونا رابح شباح. انتم عارفين ان الحركه الرياضيه الان فقدت شخصيه كبيره في الرياضه، اللي كانت سخرت نفسها كلها من اجل الرياضه وتطوير الشباب اللي يعطي لهم الحق باش يديروا الرياضه في احسن ظروف. والاخ المرحوم شباح هو شخصية معروفة في الساحة الرياضية، وكذلك حتى خارج الرياضة. كان عنده خلق مرموقة والناس كلها تتكلم عليه. كانت عنده ظروف خاصة، كان عنده مواقف، إنسان تاع مواقف، وكان دائما ما نقولوا يجاهد من أجل إعطاء الحق لذوي حق اللي عنده الحق. والآن احنا في الحقيقة تحت صدمة الحركة الرياضية كلها تحت صدمة بفقدان هذا الزميل والأخ الكبير اللي خلانا في الحقيقة في فترة كنا محتاجين لها. إذن كما تابعنا ونعود إلى التقرير، كما جاء فيه الشلل يصيب مختلف الرياضات الجزائرية، وكرة السلة باعتباركم رئيس الاتحادية لم تسلم من هذه الوضعية، أليس كذلك؟ والله أنا أولا ننبه كل الرياضيين، هذا دليل على أن مرض هذا كورونا موجود حتى في الرياضيين، ونطلب منهم باش يقوموا بالإجراءات اللازمة لمطروحة في الميدان. وإحنا كذلك كرياضيين في كرة السلة كنا قاسينا كثيرا. في التربص الأول كانوا عندنا 4 لاعبين كانوا قاسوا بالمرض كورونا، في الفترة الأخيرة قبل ما رايح نشارك في البطولة الإفريقية كانوا عندنا 3 لاعبين، والمدرب وحتى الطبيب تاع الفريق كانوا قاسوا كذلك بهذا المرض. لذا أنا نطلب مرة أخرى من الرياضيين الحذر والحذر. كنتم قد اتخذتم قرارا بغلق مقر الاتحادية الجزائرية، ربما ما هي تداعيات هذا القرار؟ والله خلقناه تقريبا لمدة 2 أسبوع أو 3، لأن عندنا حتى الأمين العام كان مريض، وعندنا بعض المدير تاع الشبان كذلك كان مريض، وحتى نبعدوا كل المرض على العمال اللي كانوا موجودين. كنا طلبنا منهم باش يبقوا في المنزل ويبقوا يخدموا عن طريق افتتاح المقر من جديد. مقر الاتحاد الآن مفتوح، الآن المقر الجديد، ورانا نحضروا في البرنامج تاع البطولة إن شاء الله اللي راح ممكن تنطلق بعد فتح كل القاعات. وكانت تكلمنا مع السيد الوزير وين وعدنا أنه ممكن يكون فيه قرار باش نفتحوا القاعات، خاصة بالنسبة للألعاب الجماعية. عندما تفتح الألعاب الجماعية القاعات، احنا ممكن راح نسطروا تقريبا 1.5 شهر باش تبدا البطوله الوطنيه ان شاء الله. المنتخب الوطني كان قد غاب ربما وامتنع المشاركه في بطوله افريقيا بقرار من الاتحاد. ما هي الاسباب وايضا ما هي العواقب؟ والله الاسباب هي معروفه وكنا تكلمنا عليها تقريبا 20 يوم او شهر. هي الاسباب انه في التربص الثالث اولا عندنا لاعبين والمدرب وحتى الطبيب كلهم كانوا مرضى بالمرض هذا بالوباء. ثم احنا كنا حاولنا كذلك باش نديروا تربص، كنا توقفنا من التربصات. مستحيل باش يكون الفريق ديالنا يروح يشارك في بطوله تصفويه تاع بطولة إفريقية بفقط لاعبين ناقصين في التحضير. وعندنا كذلك كان عندنا مشكل تاع السفر، لأن الأجواء كانت مقفولة، كنا مستحيل باش نروحوا نسافروا. لذا كنا أخذنا قرار في الاتحادية بعد المشاورة مع المدير الفني وحتى المدرب الوطني وكذلك بعض الأعضاء من الاتحادية، باش قررنا باللي المشاركة هذه ما تجيب لناش الخير لكرة السلة. لذا انطلقنا من المبدأ. نعود للحديث عن الاتحاد أو البطولة الوطنية. هل هناك استراتيجية لإعادة
بعثها من جديد رغم إشكالية القاعات التي تبقى أيضا مغلوقة لحد الآن؟ والله احنا ممكن نقولوا احنا الفيدرالية الوحيدة والأولى اللي كنا قررنا توقيف البطولة نهائيا في شهر جوان. الآن الظروف تغيرت واصبح المرض ممكن أقوى، والآن في الأواني الأخيرة هادو قلت لك أن نشوفوا العدد تاع المرضى انخفض. ممكن الوزارة واللجنة العلمية راح تعطي التعليمات باش ممكن نفتحوا القاعات، وإن شاء الله قلت لكم أنا تقريبا شهر أو شهر ونص بعد فتح القاعات البطولة إن شاء الله الوطنية تنطلق تاع 2020 و21. هل التقيتم بالأندية ربما التي تعاني من مشاكل مالية وإدارية، وما هي ربما أبرز الانشغالات التي طرحتها الاتحادية؟ والله أندية مجتمعة نتحدث. احنا كنا في اجتماع مع السيد الوزير وكنا طرحنا له كل هذه المشاكل تاع الأندية، وكنا طلبنا من الوزير باش ياخذ بعين الاعتبار المشاكل تاع الرياضات الجماعية مش فقط كرة السلة، وكنا طلبنا منه باش الوزارة تتحمل المصاريف تاع الإيواء والسفر تاع الأندية في حالة بداية البطولة. وإن شاء الله ممكن احنا رانا نحضروا ملف اللي رايحين نبعثوه للوزارة باش يعطيو لنا الإذن إن شاء الله. إن شاء الله. ربما هل هناك موعد محدد في الأجندة لاستئناف التدريبات في الأفق ربما القريب؟ استئناف التدريبات بالنسبة للفريق الوطني راح تنطلق فيما بعد، لأن كل المنتخبات الوطنية عندنا منتخبات، عندنا بطولة عربية راح تجرى في دبي إن شاء الله في شهر فبراير. ممكن من الفترة هذه راح نحضر فريق كذلك ونجددوا نعطيو الفرصة لبعض اللاعبين اللي ما كانوش منخرطين، نزيدوا نتصلوا باللاعبين اللي راهم موجودين في الخارج اللي ممكن يدعموا الفريق، وإن شاء الله نشاركوا في البطولة العربية القادمة إن شاء الله. في حال تم القرار أو اتخذتم القرار باستئناف تدريبات الأندية مع فتح القاعات بالتأكيد، هل هناك إجراءات معينة محددة لهذه النوادي مع تطبيق ربما بروتوكول صحي محدد؟ صح، فيه بروتوكول صحي لابد نحضروه، لان عندنا اجتماع يوم 13 مع اللجنه تاع المنافسه وكذلك الاطباء راح نديروا بروتوكول خاص بالنسبه للانديه، ونكون فيما بعد عندنا اجتماع مع كل رؤساء واطباء تاع الانديه اللي ممكن نتكلموا لهم على المشكل هذا حتى ينطلقوا ان شاء الله في احسن ظروف. أبو عريفي، أنت الأمين العام للجنة الأولمبية الجزائرية، وبالحديث عن الألعاب الأولمبية كيف تجري تحضيرات مختلف رياضيين خصوصا بعد استفادتهم من دعم الدولة تحديدا من وزارة الشباب والرياضة من إعانات مالية مؤخرا من أجل التحضير سواء هنا في الجزائر أو في الخارج؟ والله احنا اولا متشكرين بالنسبه للقرار اللي اخذته الوزاره باش تدعم كل الاتحاديات اللي عندهم صح. خاصه اللاعبين راهم متاهلين في طوكيو، وحتى احنا كاتحاديه كلجنه اولمبيه رانا نقوموا بالدور الموق ديالنا هو اعانه واعطاء كل الامكانيات بالنسبه للاعبين اللي راهم متاهلين. بالامس فقط كانت اتحاديه الجيدو كانت عندهم مشكل، وكنا احنا تدخلنا باش نعطيهم الاعانه باش يروحوا يسافروا ويشاركوا في بطوله في الخارج. والدور تاع اللجنه الاولمبيه هذا هو الدور، هو تحضير السفر لطوكيو واعطاء كل الامكانيات اللي موجوده عندنا احنا كلجنه للاعبين ان شاء الله. رابح بوعريفي، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة السلة، كنت ضيف أخبار الرياضة لهذا اليوم، شكرا جزيلا لك، نلقاك إن شاء الله في فرصة أخرى بحول الله. شكرا جزيلا لك. شكرا.